لو حضرتك عملت لشخص على الفيسبوك عملت له حظر، تمام، عملت له بقى حظر بالخطأ، عملت له حظر بالقصد، يعني انت قاصد تعمل له حظر ايا كان يعني، تمام. وبعد ما عملت له الحظر او عملت الحظر بالخطأ، تمام، عايز تبدأ تدخل تلغي الحظر ده، ومش عارف تدخل ازاي ولا تروح فين ولا تيجي منين عشان تعمل الغاء لحظر للشخص ده. يعني عايز تلغي الحظر بتاعه، تمام، فانت مش عارف تدخل تلغي الحظر ازاي. تمام، كل اللي عليك لو على جهاز الموبايل بتاعك هتمسك الموبايل بتاعك مفيش اي مشكله، وهتبدا تضغط على الثلاث شرط دول. بعد كده ننزل لتحت وهتختار حاجه اسمها الاعدادات والخصوصيه، هتبدا تضغط عليها. بعد ما تضغط على الاعدادات والخصوصيه هتلاقي حاجه اسمها الاعدادات، هتبدا تضغط عليها. تمام. بعد كده هتبدا تنزل لتحت، هتنزل تدور على حاجه اسمها حظر، وهي موجوده ايه بالفعل كلمه حظر. لو ضغطت عليها كده هتلاقي كل الاشخاص اللي انت عملت لهم حظر موجودين هنا. يعني انا عامل حظر لواحد، انت لو عامل حظر ل10 هتلاقي ال10 هنا، عامل حظر ال100 هتلاقي ال100 هنا، عامل حظر ال1000 هتلاقي كل اللي انت عامل لهم حظر من على الفيسبوك هتلاقيهم هنا. الفتى المتواضع ده انا عامل له حظر، تمام. فهنا بيقول لي ايه؟ الغاء الحظر. لو انت عايز تلغي الحظر هتبدا تلغي، لو انت مش عايز تلغي هتسيبه زي ما هو كده. طب انا عايز الغي عنه الحظر، هبدا اضغط كده. هنا بقول لك هل تريد الغاء حظر الفتى المتواضع؟ في حالة إلغاء حظر الفتى يمكنه رؤية يومياتك أو اتصال بك حسب الإعدادات لديك. يمكنك استعداد الإشارة التي أنشأتها أنت وفتى مسبقا. يعني هو كده بيقول لك بعد ما تلغي الحظر للشخص ده، تمام، هيقدر يتواصل معاك. لو انت كنت بتكلمه قبل كده هيقدر يشوفك صفحتك تاني، وهيقدر يدخل ويتواصل معاك ويشوف صفحتك عادي، مفيش اي مشكلة، تمام. وسيتعين عليك الانتظار 48 ساعة، يعني انت هتقعد 48 ساعة إذا كنت تريد حظر الفتى مرة أخرى. يعني بعد ما تلغي الحظر هتقعد 48 ساعة، تمام. يعني أنا دلوقتي لو لغيت الحظر وجيت أعمل له حظر دلوقتي مش هيتحظر. طب هيتحظر امتى؟ بعد 48 ساعة. يعني هنا بيقول لك لو لغيت الحظر خلاص انت لغيت عنه الحظر، هو هيشوفك وانت هتشوفه على الفيسبوك. بعد ما لغيت الحظر عايز احظره، فانت هتدخل تحظره مش هيتحظر. طب ليه؟ هتستنى 48 ساعة وتبدأ تدخل تحظره تاني هيتحظر معاك عادي، تمام. فانا هعمل الغاء للحظر كده خلاص. انا كده بالفعل لغيت حظر الشخص اللي انا كنت عامل له حظر على الفيسبوك، فانا لغيت الحظر كده وهو يقدر يشوفني على الفيسبوك وانا هقدر اشوفه على الفيسبوك. وطبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.